السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل احلى تورتة موس شوكولاتة في الدنيا ببيضة واحدة. ايوه، ببيضة واحدة هتعملي احلى تورتة موس ممكن تتخيليها، وهتطلع ناجحة معاكي من اول مرة. طبعا بقى قبل ما نشوف المقادير وكمان نشوف طريقة التحضير نتفرج كده ونملي عينينا منها ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ونشوف مع بعض المقادير وكمان نشوف طريقة التحضير. معايا كوباية ونص من الدقيق المنخول، وكمان معايا نص كوباية من الكاكاو الخام، ومعايا كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح. كل الحاجات الجميلة دي أنا نخلها كويس جدا، وده طبعا النخل الكتير بيديكي نتيجة كويسة جدا. وكوباية من السكر، والبضاية طبعا بتاعتنا الجميلة اللي احنا هنعمل بيها أحلى تورتة، وعليها رشة من الفانيليا. ربع كوباية من الزيت، كوباية الا ربع من اللبن. ويلا نشوف مع بعض احنا هنعمل ايه. هقلب طبعا كل السوائل الجافة بتاعتي، وهضرب الحاجات كلها السايلة في الخلاط. ايوه، في الخلاط لغاية لما يصبح القوام عندي ابيض كده. هقلب بالراحة خالص علشان خاطر الهواء. طبعا انا مسرعة الفيديو، بس احنا هنقلب بالراحة طبعا في البيت. وهنلاقي السمك بتاعها تقيل. احنا هنكون طبعا محضرين ربع كوباية مية مغلية. طبعا السمك ده احنا مش عايزينه. ربع كوباية من المية المغلية هنزل عليها، وما تقلقيش هتديكي نتيجة رهيبة جدا. هنزل عليه بالربع كوباية المية المغلية لغاية لما القوام يصبح قدامي زي اللي احنا شايفينه كده بالظبط. تمام كده. هجيب صينية طبعا دهنيها مادة دهنية زبدة او زيت، وهكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. طبعا قبل ما ادخلها هحط معلقة كبيرة من الخل، احطها في الصينية بتاعتي، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. واول لما تطلع انا هوريكم بقى شكلها هيبقى عامل ازاي. زي ما احنا شايفين كده، وهديها خبطتين علشان خاطر لو فيها اي فرقعات تطلع. وبعد طبعا بقى ما تطلع وتبرد خالص، انا هسوي الوش بتاعها وهخليه سمك واحد زي ما احنا شايفينه كده. وهنزينها بقى، وهنعمل الموز بتاعنا، وهنعمل الجناش بتاعنا الجميل جدا. طبعا انا هركنها دلوقتي على جنب. لو انت عندك بقى صينية تشيز كيك ممكن تحطيها فيها او تغلفيها زي ما انا مغلفاها كده. لو ما عندكيش الاطار ده ممكن تعمليه بستريتش عادي خالص، والورق الفويل. تمام كده. انا طبعا هسقسقها بلبن في نسكافيه. يلا نشوف مع بعض بقى الموز بتاعنا احنا هنعمل فيه ايه. هنعوز نص كوباية من الكاكاو الخام، نص كوباية من السكر، كوباية من كريم شانتيه، وكوبايتين من اللبن المتلج، ونص كوباية من المية الفترة عادي. المية الفترة دي احنا هنعمل فيها ايه؟ هنحط فيها معلقتين من الجيلاتين. الجيلاتين ده بيتباع عند اي عطار، وطبعا حلال. انا طبعا هقلبه كويس وهركنه على جنب. وهنضرب طبعا كل الموز بتاعنا ده بالخلاط اليدوي اللي هو الهاند بريندر، عشان لو انت ما عندكيش مضرب. نضرب بقى ايه يعني ضربة ونسيب ضربة ونسيب. طبعا انا حطيت اول كوباية لبن، ودي تاني كوباية علشان خاطر هيظبط القوام بتاعها معايا. تمام كده. انا قلت لكم انا سقسقت التورته بتاعتي بلبن بنسكافيه. لو انت مش حابه النسكافيه ممكن تحط لها لبن وسكر عادي. انا هحط طبعا كل الموز بتاعي دلوقتي على التورتيه بتاعتي، وهدخلها الفريزر مده ما تقلش عن 6 ساعات، او في التلاجة برضو مده ما تقلش عن 6 ساعات. وهنعمل مع بعض الجنيش. طبعا احنا شفنا بقى شكلها في الاول كان عامل ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني يتكلم عن نفسه. طبعا اهم حاجه ما تنسيش اللايك والشير للفيديو عشان كل جديد من يومياتي توصلك. معايا طبعا بقى الجناش بتاعي بار من الشوكولاته الدارك، وكمان معايا كوبايه من اللبن واربع معالق من الزيت. هحط اللبن مع الزيت لغايه لما يغلوا، وهنزل عليهم الشوكولاته بتاعتي لغايه لما يسيحوا ويدوني القوام ده. طبعا انا لازما اسيب الشوكولاته بتاعتي لغايه لما تبرد تماما تماما تماما، وهنزل عليها على التورتيه بتاعتي. طبعا انت بقى التزيين ده اختياري. عندك مكسرات ممكن تحطي، ما عندكيش مكسرات ممكن تكتفي بان انت يبقى شكلها ساده كده. طبعا شكلها الاخير اهو ما شاء الله. يا رب يكون عند حسن ظنكم. مع السلامه.